السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نشوف اسعار الخضار ايه، ونشوف ايه اللي رخص معانا وايه اللي غلي. اول حاجة عندنا الطماطم كانت ب20 جنيه، النهاردة الحمد لله نزلت وبقت ب15 اهيت زي ما انتم شايفين، دي ب15 جنيه. الخضرة زي ما انتم عارفين كانت الخضرة الرابطة كانت ب10 جنيه، النهاردة انا جبتها ب5 جنيه. الخيار ب10 جنيه النهاردة، طبعا الخيار كان وصل معانا ل18 جنيه، الحمد لله نزل اهوت وبقى ب10 جنيه. طبعا الحاجة لما تكون موجودة احسن ما تكون مش موجودة خالص، حتى لو هتجيبي كمية صغيرة تبقى الحمد لله تبقى موجودة. هنا الملوخية زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله صبحة، هنا الكيلو ب7 جنيه، لو عايزة تخزيني بقى هاتي كمية وخزيني دلوقتي. عندنا هنا البدنجان الاسمر كيلو ونص ب10، زي ما انتم شايفين كده. لما يبقى البتاع دي خضرة كده بتحس ان هي صبحة ويبقى قلبها ابيض وما بيبقاش مبذر من جوه. عندنا هنا الكوسة كانت ب20 جنيه، جبتها النهاردة ب15. طبعا احنا كنا الاول بنجيب الجرجير ده الربطة ب50 قرش، انا جايبة التلاتة ب5 جنيه. هنا الفلفل ب15 جنيه، زي ما انتم شايفين كده. جبت قرن فلفل، قرن شطة، عشان لو كنت هعمل بابا غنوج بقى او هعمل مسقعة. البطاطس طبعا هي اللي غليت، البطاطس النهاردة ب17 جنيه ونص. جبت انا هنا كده الاتنين ب35. البدنجان بقى البدنجان الحشو النهاردة ب10 جنيه. هو فيه طبعا صابح وفيه فيه منه صابح ومنه دي لما تلاقي دي خضرة كده دي تبقى صبحة، لكن ديت تبقى مثلا بتاعت امبارح. جبت هنا الكيلو ب10 جنيه، جبت هنا كمية عشان ان شاء الله اعمل محشي كده في نص الاسبوع. تعالوا نشوف بقى اسعار الفاكهة. انا جبت هنا بلح، البلح ده ب20 جنيه، البلح الاسمر ب20. جبت هنا البلح اللي هو الاصفر ده مش عشان للاكل، انا جبته بسيبه كده لغاية ما يطيب. زي ما انتم شايفين دي كده، دي طيبة خالص اهيت. طبعا لو باتت برضو كمان يومين كده تبص تلاقيها طيبة وطعمها جميل اوي. ده جبته الاتنين ب25. الاسعار بقى التانية عندنا الكرنباية النهاردة انا جيت اجيب كرنباية، فصراحة قال لي ب30 جنيه، فحسيت ان هي غالية اوي ب30 جنيه ديت، وما تاخدش الا كيلو رز، يعني صغيرة مش كبيرة اوي. عندنا الفاصوليا ب30 جنيه برضو، البامية ملقتهاش. عندنا العنب الاحمر ب32 جنيه، المانجا ب45. في بلح اصفر صغير كده برضو كان ب45 جنيه. دي كل الاسعار الموجودة في السوق، وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.